السلام عليكم. اليوم غندير معكم واحد المرقه زوينه بزاف ديال الدراوش بالكرشه والبطاطا. المهم كنديروا الكرشه ديالنا بعد ما كنقطعوها تسلق لينا على الاقل واحد 30 دقيقه حتى يدخلها الطياب. منين كنلقاوها تنقلبوها تلقاوها طابت، يعني دخلها الطياب مزيان، كنجيو باش نزيدوا ليها التوابل وباقي المقادير ديال هاد المرقه هادي. كنقطعوا بصله طريفات صغار هي والثوم، وكنضيفوا التوابل اللي هما كركم وزنجبيل وابزار وملح وبابريكا وكمون وكزبره مطحونه. نضيف ايضا ربع كاس تقريبا زيت الزيتون، ومورصو ديال الليمون المصير او الحامض المصير، مورصو واحد صاين، وكمية البطاطا اللي بغينا نستعملو مقطعة هي شرائح، يعني مكعبات. ملعقة كبيرة ونصف حتى لجوج معالق ديال معجون الطماطم، وملعقة كبيرة ديال القزبرة الطرية. وصافي غادي ندير المريقة ديالي على العافية مهيلة حتى طيب معانا وتعلك مزيان، تولي هاد المريقة هادي عاقدة وخاترة وتشربات كلشي. وكنقدموها في الصحن ديالنا ولا في الطاجين وبالصحة والراحة. كتجي هاد المريقة هادي معتبرة وهائلة، بسيطة وديال الدراوش، ولكن ثقوا بيا كتجي بنينة بالصحة والراحة. نتمنى يكون هذا الفيديو هذا نال الاعجاب ديالكم وهذا الطبق عجبكم، جربوه وغادي يعجبكم، انا متاكده منها. المهم خليت لكم المنو لهنا، حتى الفيديو قادم ان شاء الله وطبق جديد ان شاء الله. السلام عليكم وربي يكون يعاون.